السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت تحفة ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وشكلوه زي ما تحبوا. معايا بيضتين حطيت عليهم نص معلقة فانيليا وكوباية سكر بودر، وهضرب كويس قوي. ممكن الخطوة دي نعملها بالمضرب اليدوي عادي لان السكر البودر مش بياخد وقت. هفضل اضرب بقى لحد ما الخليط لونه يفتح بالشكل ده. هحط نص كوباية زيت، طبعا يكون زيت ذرة، ما يكونش زيت ليه ريحة عشان ما يبوظليش الوصفة. هضرب وبعد كده احط كمان معلقتين سمنة. طبعا السمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان ما تتعبنيش في الضرب وتمتزج كويس. هضرب كويس قوي، ومعايا بقى 3 كوبايات دقيق انا نخلاهم. حط عليهم بقى معلقتين نشا ونص معلقة بيكنج باودر واقلبهم كويس مع بعض، وابتدي بقى اضيف الدقيق على الخليط بالشكل ده، وهضرب على اول سرعة عشان الدقيق بس يختلط مع المكونات بالشكل ده، لان طبعا كلكم عارفين البسكوتات ما بتتعجنش كتير، هو بس مجرد ما الدقيق بيدخل في المكونات. في المرحلة دي انا كنت بختبرها فلقيتها لا لسه طرية، كملت حبة دقيق كمان. وهنا بقى انا شلت معلقتين دقيق ما ضفتهمش، وهاخد جزء منها عشان احط عليه كاكاو اهو، عشان طبعا كلكم عارفين الكاكاو هينشف العجينة، فلازم ما اكونش حطيت الدقيق كله. حطيت معلقتين كاكاو وهقلبهم كويس لحد ما الكاكاو يختلط في العجينة وتبقى لونها واحد. طبعا ده كاكاو خام من غير سكر اسباني اهو بالشكل ده. حطيت لها كمان نص معلقة زبدة عشان تبقى مظبوطة اهو. نيجي بقى للعجينة التانية، حطيت معلقتين الدقيق اللي كانوا فاضلين وقلبتهم كويس وبقت مظبوطة. تعالوا بقى نشكلها مع بعض. زي ما انتوا شايفين بعمل كور صغيرة كده وببتدي ارصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بضغط عليها كده وبقطعها وبروح قطعها اي قطاعة بقى. مثلا انا جربت لكم الكوباية عشان تبقى اسهل، عملتها كده وعملت الاشكال التانية دي بس بسكوت عادي وفردتها وعملتها بغطاء ازازة، وطبعا اكيد كلكم عارفين الشكل ده. ممكن تشكلوها بالشكل اللي يعجبكم، بس انا حبيت اعملها كور كده عشان تعجب الولاد. هما بيحبوا الاشكال دي. الفرن طبعا بتكون سخنة، ما بياخدش 10 دقايق اصلا في الفرن، وبيطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. طعمه حلو قوي، هيعجبكم، جربوه وشكلوه براحتكم. طبعا بيتحفظ في علبة من علب البلاستيك المحكمة عشان يفضل مقرمش ويقعد معاكي وقت كبير جدا وهو مقرمش زي ما هو. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. ما تنسوش لايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.